2 مايو 2012 المباحث بتقتحم شقة في المقطم بعد بلاغ غريب، بلاغ ملهوش ملامح واضحة، لكن لما الشرطة دخلت جوه الشقة لقوا 10 أفراد من غير أي ورق تثبت هويتهم، وكلهم بيقولوا نفس الجملة: جينا نشتغل لقينا نفسنا بنبيع كليتنا. ومن بينهم شاب من بني سويف صحي من البنج لقى نفسه ماضي على ورقة موافق على بيع كليته. بس السؤال الحقيقي: هل فعلا كان عنده اختيار، ولا الورقة دي كانت قناع قانوني لسرقة متقنة؟ الواقعة دي ما كانتش حادثة فردية، دي كانت الشرارة اللي فضحت شبكة مخفية، شبكة صغيرة في الحجم لكن مرعبة في الشغل، شبكة بتتاجر في أغلى ما يملك الإنسان وهو جسده. ومن اللحظة دي الباب اتفتح على سوق سوداء اسمها تجارة الأعضاء البشرية. وما بين 2013 و2014 المشهد اتحول من استغلال فردي إلى جريمة ممنهجة. اللاجئين من السودان وإريتريا هربوا من الجحيم، بس اتسحبوا لطريق أسوأ من كده، اتخطفوا واتطلب فدية من أهلهم، واللي ما دفعش كان مصيره أبشع من القتل، نزع أعضائه وبيعها. منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان قالت إن آلاف اتعرضوا للتعذيب ماتوا أثناء أو بعد عملية نزع الأعضاء، والعالم زي ما كانوا بيتفرج على فيلم رعب وهو بيشرب شاي. في ديسمبر 2016 ضربة أمنية تقيلة تم القبض على 45 شخص، من ضمنهم أساتذة جامعة، أطباء وممرضين وسماسرة. شبكة كاملة شغالة جوه النظام الصحي نفسه، 10 مراكز طبية متورطة، تحويلات بنكية بالملايين، ضحايا بيتم نقلهم من القاهرة لسينا. وهنا تبدأ رحلة التحليل، التخدير، الاستئصال. بس الكابوس لسه ما خلصش. في اغسطس 2017 في ابو النمرس في الجيزه اتمسك مجموعه من الاطباء وهم بيسرقوا كليه شاب مصري وبيبيعوها لمواطن خليجي. الشاب صحي لقى نفسه بنص جسم وكم الف جنيه كتعويض، يعني جسم بيتباع كخردة بشريه. الواقعه دي فجرت غضب، وبدا بعدها القانون يتشدد. ولكن من 2020 لحد دلوقتي الجريمه ما اختفتش، اتغيرت الاشكال لكن الجوهر هو هو. بقياده شبكات دوليه الضحايا بقوا مهاجرين ولاجئين أفارقة بيتسحبوا جوه دوامة الهروب والفقر، وفي الآخر بيتحولوا لبضاعة. تقرير دولي وصف مصر إنها نقطة ساخنة في شمال أفريقيا لتجارة الأعضاء. مش تقليل من مصر، لكن ده معناه إن الشبكات دي بتشتغل على أرضنا بفلوسهم وبدمنا. والسؤال الكبير اللي بيطرح نفسه: هل تجارة الأعضاء بيتم إدارتها من شبكة واحدة؟ هل في تنظيم سري عالمي بيشتري وبيبيع أعضاء زي ما بيبيع سلع؟ ولا هي مجموعة منفصلة كل مجموعة بتلعب على مزاجها بمبدأ اللي يدفع أكتر ياخد الكلية؟ تقرير لسنة 2017 من جامعة كامبريدج حاول يجاوب وقال إن أكتر من 80% من الضحايا عانوا من تدهور نفسي وجسدي شديد، والكارثة إن أغلبهم ما قدرش إنه يطالب بحقوقه. وفقا لمنظمة الصحة العالمية الكلية هي السلعة رقم 1، وحوالي 10% من كل عملية زراعة كلية في العالم غير قانونية، يعني من كل 10 عمليات واحدة على الأقل معمولة بعد سرقة أو استغلال أو تهديد. وفي سنة 2020 دراسة من الأمم المتحدة قالت إن تجارة الأعضاء الغير شرعية بتدر سنويا من 600 مليون ل 1.2 مليار دولار. وده مش نشاط عشوائي، ده بيزنس دولي ضخم منظم وبيجري بصمت. والأغرب بعض الحوادث دي تم تسجيلها في الدول الأوروبية، يعني الضحية في بلد والمتبرع في بلد تانية والطبيب في بلد تالتة. وفي 2022 الأمم المتحدة طلعت تحذير رسمي قالت إن في عصابات تستغل الأوضاع الاقتصادية والسياسية وبتستهدف الفقراء والمهاجرين واللاجئين. بس خليني أرجعك لأول مشهد: شاب صحي من البنج لقى نفسه ماضي على ورقة بيع كليته. هو ده المشهد اللي لازم نقف عنده. إزاي إنسان يوصل للنقطة دي؟ هل الفقر ممكن يخلي الواحد يتنازل عن كليته، ولا الأسوأ يتخدر ويتسرق ويتقال له إن دي كانت رغبتك؟ والسؤال العميق: هل تجارة الأعضاء ممكن تتقنن، ولا تقنينها هيفتح باب جديد للاستغلال بس بصورة رسمية؟ في دول زي إيران بتحاول تنظم بيع الكلية قانونيا، لكن حتى هناك ظهرت تقارير بتقول إن الفقراء هم المستهدفين الأوائل. يعني حتى لو قلنا السوق هيفضل يدوس على الضعيف. طب نرجع لمصر، ليه رغم وجود قانون لسه بنسمع عن قضايا جديدة كل سنة؟ الحقيقة المشكلة مش دايما في القانون، لكن في غياب الردع الفعلي، وفي وجود ناس المفروض بتحمي لكنها بتشارك. لما مستشفى تشارك أو دكتور يعمل عملية وهو عارف إنه غير قانوني، يبقى الجريمة مش جريمة شخص، دي جريمة مؤسسة. وفي سنة 2021 تقرير من مجلة فورين بوليسي بتحذر من تنامي السوق ده في دول العبور زي مصر وليبيا بسبب ضعف الرقابة وكتر الفئات المستضعفة خصوصا اللاجئين.
القانون رقم 5 لسنة 2010 منع بيع الأعضاء، عرف مفهوم التبرع وشدد العقوبة، وفي 2018 تم تعديله، لو الضحية ماتت الحكم بيوصل للإعدام والغرامة لحد 2 مليون. وفي النهاية احنا واقفين قدام سوق ضخم، سوق بيتغذى على أجسام الفقراء وبيشتغل تحت الأرض بصمت وببرود. الفقير اللاجئ الهارب كلها فريسة محتملة. دكتور بشهادة جامعية وابتسامة باردة وبيقول لك عملية بسيطة وهتاخد فيها مبلغ كويس. لكن السؤال هنا، لحد امتى هيفضل سوق تجارة البشر؟